في كرة القدم في لعيبة كتير عظماء بس قليل قوي اللي بيتحولوا لرموز كبيرة، رموز مش بس عشان الكرة اللي بيلعبوها، لا لكن عشان أخلاقهم ومواقفهم اللي بتفضل محفورة في قلوب الناس. ومحمد أبو تريكة الساحر من النوع ده، واحد من الناس اللي الجماهير سمته أمير القلوب، وده مش لقب عادي، لا ده لقب عمره ما بيتقال غير لحد كسب حب الناس من غير ما يطلبه. أبو تريكة اتولد في 7 نوفمبر 78 في قرية ناهية بمحافظة الجيزة. اتربى في بيت بسيط جدا، أبوه عامل وأمه ست بيت، وكان وسط 5 اخوات زي أي ولد مصري عادي. بدأ لعب الكرة في الشوارع على تراب الأرض بالكرة الشراب اللي كلنا لعبنا بيها، بس من بدري كان واضح إنه مختلف. الكرة بالنسبة له مش لعبة وخلاص، دي كانت عش. اللي حواليه كلهم كانوا شايفين إنه بيقضي ساعات طويلة يلعب لوحده، يمرن نفسه ويتعلم حركات جديدة، وكان دايما متفوق في فرق المدرسة. ومن هنا بدأت موهبته تكبر. بعد شوية انضم أبو تريكة لنادي الترسانة. الترسانة في الوقت ده كان نادي كبير وله تاريخ، وهناك أبو تريكة أثبت نفسه بسرعة. بدأ كهداف الدوري والناس كلها بدأت تتكلم عنه، والصحافة كتبت إنه الولد الصغير اللي جاي من ناهية هيبقى ليه مستقبل كبير. وفي يناير 2004 الأهلي أعلن التعاقد معاه. اللحظة دي كانت نقطة التحول الحقيقية. تخيل كده لاعب جاي من نادي الترسانة يدخل الأهلي اللي هو أكبر نادي في أفريقيا. من أول ماتش الجمهور حس إن عندهم حاجة مختلفة، مش لعيب عادي، لا ده عنده رؤية مش طبيعية، هادي جدا وبيمرر كأنه شايف الملعب كله من فوق. واحدة من أشهر لحظاته اللي مش ممكن تتنسي هو نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 ضد الصفاقسي. الأهلي خلاص كانت البطولة بتروح من إيده، والدقيقة الأخيرة تيجي عند أبو تريكة. لمسه من عماد متعب، مرتده، تصويب. الأهلي بطل أفريقيا. الهدف ده اتسمى بهدف القرن، والناس لحد دلوقتي بتفتكره. وده مش كان هدف عادي، ده كان لحظة بتبين إن أبو تريكة موجود عشان يصنع التاريخ. أبو تريكة مع الأهلي حصد كل البطولات، الدوري 7 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5، وسوبر أفريقيا 4، وكمان شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية. الأهلي خد المركز الثالث في سنة 2006 قدام فرق عالمية زي برشلونة وإنترناسيونالي. بس اللي يخلي قصة أبو تريكة أعمق هو إنه مش كان نجم عادي، لا هو كان نجم منتخب مصر كمان مع الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاتة. كان جزء أساسي من بطولات أفريقيا في 2006 في مصر لما وصلنا النهائي ضد الكوت ديفوار وضربات الجزاء، وكل الناس كانت متوترة. أبو تريكة راح يشوط آخر ضربة جزاء وكل الناس بتقول يا رب. ساعتها أبو تريكة حطها بكل هدوء وخلى مصر كلها تفرح قدام الملايين. اللقطة دي محفورة في دماغ أي مشجع مصري. وفي 2008 في غانا سجل هدف حاسم في الكاميرون في النهائي، جاب البطولة الثانية على التوالي، وكرس إن الجيل ده هو أفضل جيل في تاريخ مصر. وعلى المستوى الفردي تم اختيار أبو تريكة من أفضل لاعبي أفريقيا أكتر من مرة، واتحط في التوب 10 سنة 2008 وسنة 2013. كمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبره أفضل لاعب أفريقي داخل القارة 4 مرات. بس هنا نيجي للنقطة اللي فعلا بتميز أبو تريكة عن حد تاني، وهي الإنسانية. اللاعب ده حب الناس مش جاي من الكرة وبس، لا ده كان إنسان بسيط جدا وتواضعه غريب، بيقف يسلم على الناس في الشارع ويقعد معاهم عادي وكأنه مش نجم. قصص كتير اتقالت عن مساعدته للغلابة من غير ما يعلن. في ناس بتحكي إنه كان بيقضي ديون عائلات، يساعد شباب في جوازهم، أو يساعدهم في بناء مساجد وملاجئ. وأشهر موقف عالمي كان في 2008 لما سجل هدف، ساعتها هو رفع فانيلته وكتب عليها تعاطفا مع غزة. الموقف ده عمل دوشة كبيرة في العالم كله، بس خلاه رمز في عيون الجماهير العربية. صورة الفانيلا دي لحد دلوقتي موجودة في أذهان الملايين. وفي 2013 قرر الساحر يعتزل. يومها كان يوم حزين جدا للجماهير، الملايين بكت وأغلب الناس حسوا إن زمن جميل في الكورة بينتهي. الأهلي عمل له مباراة تكريم، لكن الحقيقة إن حب الناس هو التكريم الحقيقي اللي فضل لحد النهارده. رغم اعتزاله اسم أبو تريكة لسه بيتردد في كل ملعب، كل مدرج الجماهير لسه بتغني باسمه أويا تريكة، ولسه بتحس إنه موجود بينهم. أبو تريكة مش مجرد لاعب كورة، هو قصة حب بين إنسان وجمهور، قصة لاعب صنع المجد بالكورة والأخلاق وخلي الناس تطلق عليه لقب هيفضل معاه طول العمر، وهو أمير القلوب. وهنا أنا خلصت الحلقة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك سبسكرايب وقولي في الكومنتات إيه أكتر لحظة فاكرها لأبو تريكة، وأشوفك الفيديو الجاي.